في لحظة كده بتقف فيها تبص حواليك وتفتكر أول مرة دخلت فيها قاعة أركيد. صوت الماكينات، ألوان النيون، وصرخات الفوز وصفارات الخسارة. لحظة ومش مجرد ذكريات، دي كانت بداية شغف ومغامرة إلكترونية بدأت بجنيه معدني. بس علشان نفهم ليه اللحظة دي كانت قوية لازم نرجع شوية لورا لأصل الأركيد. مصطلح أركيد جه من كلمة اللاتينية أركوس اللي معناها قوس، وكانت بتستخدم لوصف الممرات المقوسة في الأسواق القديمة. ومع الوقت الاسم ده اتحول يوصف أماكن للترفيه اللي كانت مليانة ماكينات بيع وألعاب بسيطة. لكن في بداية السبعينات تحديدا سنة 1971 حصلت لحظة تاريخية. أول لعبة أركيد إلكترونية ظهرت للعالم كانت لعبة اسمها كمبيوتر سبيس، وبعدها بسنة ظهرت بونج من شركة أتاري، وبدأ عصر جديد من الأركيد. ومن اللحظة دي اتولدت فئة ترفيهية كاملة سميت بألعاب الأركيد أو أركيد جيمز. ألعاب تعتمد على البساطة والتحدي ورد الفعل السريع، وغالبا ما كانت بتشتغل بجنيه أو كوين. مكانها الطبيعي صالات مخصصة ومولات وكافيهات أو حتى على الرصيف بتاع الشارع، أي مكان يقدر يجذب الناس ويفتح ليهم بوابة لعالم تاني. الأركيد ما كانش مجرد مكان نلعب فيه، لأ، ده كان عالم كامل وبوابة لعالم خرافية بنهرب فيها من الواقع وندخل قصص تانية نكون فيها إحنا الأبطال أو حتى المغامرين أو حتى الجنود اللي بيحموا الكوكب من الغزو الفضائي. لكن في وسط كل الحنين ده في تفصيلة صغيرة محدش بيتكلم عنها: العملة المعدنية. أيوة، العملة المعدنية، القطعة الصغيرة اللي بنرميها في الماكينة واللي من غيرها اللعبة مش هتبدأ. هل فكرت قبل كده ليه العملة دي كانت دايما مختلفة؟ ليه ساعات كان شكلها بيبقى غريب، معدن تقيل وتصميم مش مألوف، وحتى صوتها لما تقع في الماكينة كان له رهبة. في ناس بتقول إن بعض الأماكن استخدمت عملة خاصة مش رسمية، تصميمات غير متداولة محفور عليها رموز. وفي شائعات بتقول إن الشركات الكبيرة زمان كانت بتراقب سلوك الناس من خلال استخدامهم للعملات دي، كانوا بيحطوا فيها أدوات إلكترونية بتقرا ردة فعل البشر وهل هم فرحانين ولا مش فرحانين، بتسجل توقيت دخولهم ومدة لعبهم وحتى الألعاب اللي بيختاروها. مجرد خرافة يمكن، بس الفكرة تفضل تلحقك. هل كان الأركيد وسيلة تسلية بس، ولا كان في حاجة تانية أكبر شغالة في الخلفية بتراقب وإحنا مش واخدين بالنا؟ أول مرة مسكت فيها دراع لعبة قتال إيدك كانت بتهز من الحماس، عينك مش شايفة غير الخصم ودانك مش سامعة غير صوت اللعبة. اللحظة دي رغم بساطتها كانت فيها متعة ما فيهاش أي تكنولوجيا حديثة تقدر تستبدلها. بس ليه الأركيد كان ليه السحر ده؟ لأنك ما كنتش لوحدك، كنت بتتحدى ناس حقيقية، تتفرج على ناس بتلعب، تتعلم منهم، تضحك معاهم وتتنافس ضدهم حتى. كانت تجربة اجتماعية أكتر من إنها مجرد لعبة. والأغرب إن الألعاب كانت بسيطة جدا والجرافيكس بتاعها متواضع جدا، لكن المتعة كانت فوق الوصف. ليه؟ لأن التحدي كان حقيقي، ما كانش فيه حفظ تلقائي ولا شيتات ولا كونتينيو فور فري. كل حاجة كانت ليها تمن، وكل ضغطة زر كانت بتمثل أمل في الفوز أو الخسارة. فكنت بتحسب الخطوة قبل ما تعملها ب5 خطوات. لما كانت الأركيد في كل شارع كانت رمز للثقافة والطفولة وحتى الشباب اللي بيدوروا على التحدي. ومع الوقت التكنولوجيا اتطورت، الأركيد بدأ يختفي أو يتحول لحاجة نادرة. بس هل فعلا مات واختفى؟ الحقيقة لأ، روح الأركيد لسه عايشة، يمكن اتنقلت لألعاب على الإنترنت أو في آر أو حتى في الألعاب اليومية اللي بنلعبها على موبايلاتنا، لكن الإحساس ده مش هيتنسي. إحساس باللعب الحقيقي، بالهروب من الواقع، باللحظات اللي فيها الأدرينالين بيزيد وبتحاول تكسب، الإحساس ده عمره ما هيموت. الأركيد كان أكتر من مجرد مكان، كان حكاية وذكريات وسحر. ولسه لحد النهاردة في أماكن بسيطة حول العالم ناس بتفتح مكان أركيد وتفضل محافظة على النور شغال، عشان الجيل اللي جاي يعرف إن في وقت كانت المتعة بتتبني بزرار واحد وبقلب شغوف وبس. سلام.